ما بيننا يا حمد، استرخص انا. اسمع يا حمد يا عونة، القصر قصرك والدار دارك، ويشهد الله اني حاولت اقنع ابو عناد انه يقنع ابوك يظل بيها، بس والدك عنيد. الوالد عنيد صحيح يا الخال، وحب اضيف بعد ان كرامته فوق كل شيء، والفلوس اللي اخذها منك بالاول هذا حق الضيوف ما هي حقه. وانت تعرف ان الوالد ما يحب يقصر بحق احد، وبالاخص الضيف يا الخال. ادري يا حمد. توكد قبل لا تحكم، واحرص من الظلامة، ترى ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. صير خير يا الخال، صير خير. لا عد مزن هل سكابي، حبكم داخل شراييني في العروق وفي الجسم دابي، دايم القفات تضويني مثل برد وثلج لهضابي. بخصوص زوينة وعملتها السودة مع ولدي مطلق. انت واجهتها؟ اي واجهتها، وتأكدت ان كلامك صحيح يا خال. الحمد لله، كنت خايف انها تنكر. ما قدرت، طلبت منها انها تحلف، خافت واعترفت. اي الحق يبان مهما طال الزمان. انا افكر اني اطلق زوينة، وش رايك يا خال؟ لا يا حمد، لا تسرع. هذه ما هي النوبة الاولى اللي تسويها يا خال، والله اعلم كم مرة سوتها. اليوم اطلقها واخلص منها ومن شر اعمالها. لا تسرع يا حمد. شاور ابوك شيخ، رجل عاقل حكيم. ادري ان ابوي شيخ ورجل عاقل وفهيم، لكن النوبة هذه اليوم اطلق زوينة. شاور ابوك يا حمد، شاور ابوك.